في أوتيل ست كبيرة لابسة فستان فرح واقفة على السلم الكهربائي وبتعيش آخر لحظات حياتها وهي ماسكة مفكرة حمراء. في اللحظات دي بتفتكر يوم فرحها لما دخلت الأوتيل ده مع جوزها. في نفس الوقت كارلوس بيرجع شقته وبيلاقي أخوه الصغير أوليفر متوتر ومش على بعضه. كارلوس بيحاول يطمنه وبيقوله إن أمهم اديته مبلغ كويس من الفلوس، يعني خلاص مش محتاجين يعملوا حاجات غلط علشان يعيشوا. لكن ده ما هداش أوليفر، ولما كان هيوضح السبب ورا حالته بيدخل المحقق ماركو الغرفة فجأة. كارلوس اتوتر على طول وقال لهم إنهم مش بيعملوا حاجة غلط، لكن كان فات الأوان. ماركو كان أخد اعتراف من أوليفر بعد ما هدده. أوليفر بدأ يطلب السماح وكارلوس طلب إذن بالقبض، لكن ماركو ما كانش معاه. رغم كده المحقق قرر يسحبهم بالقوة للمركز، وده خلى كارلوس يخاف ويبدأ يتخانق معاه، وأوليفر ساعده. وبعد ما شالوا ماركو من الطريق جريوا عشان يهربوا من السلالم. ماركو لحقهم على طول، ولما حرك ايده ضرب كارلوس في رجله وخلاه يقع. في الوقت اللي ماركو كان مستغرب ايه اللي حصل لإيده، أوليفر بيجري ناحية أخوه وبدأ يصرخ عشان يساعدوه، لكن مفيش حد سمعهم. في اللحظة دي سمعوا صوت انفجار جاي من بعيد، بس مفيش لا صريخ ولا صوت إسعاف. جرح كارلوس كان بينزف جامد، فأوليفر خلع البلوفر بتاعه وربطه حوالين الجرح، وهو غاضب حاول يهجم على ماركو ينتقم، لكن ماركو خبطه في الحيطة وهدده يسكت. وأوليفر قال إنه لازم يودوا كارلوس المستشفى، لكن ماركو رفض وقال إنهم ممكن يعالجوه في قسم الشرطة. أوليفر ساعد كارلوس يمشي وابتدوا التلاتة ينزلوا على السلالم. ماركو وهو بيتحرك لقى شوية شعر على هدومه وما كانش فاهم جايين منين. لما وصلوا للباب اكتشفوا إنه مقفول، ففضلوا ينزلوا أكتر، لكن مهما مشوا كانوا حاسين إنهم مش بيتقدموا وكأن الدور بيتكرر كل مرة. فرفعوا عينيهم لفوق وبصوا لتحت فما لقوش أي نهاية واضحة. ماركو قال للإخوات يثبتوا مكانهم وبدأ يجري بسرعة على السلالم، عينه على أرقام الأدوار وهو بيجرب كل باب بس كله مقفول. وبعد جري كتير لقى كارلوس وأوليفر تاني، لكن المرة دي كانوا قدامه كأنه جا من وراهم. كارلوس بدأ يشك إنه بيهلوس من كتر الوجع، وماركو بدأ يفقد عقله ورجع يجري تاني. وأوليفر حاول يفتح الباب من جديد بس برضه مقفول. في اللحظة دي ماركو رجع واتفاجئ جدا إنه لقى الأخين تاني، فحب يعمل اختبار. رمى المفاتيح من نص السلم، لكن المفاتيح نزلت عليهم تاني من فوق. ماركو شك فيهم وسألهم إذا كانوا ادوله حاجة غريبة، ووجه المسدس ناحيتهم، بس هم أكدوا له إنهم محبوسين زيه بالظبط، وواضح إن السلالم دائرة ما بتنتهيش. أوليفر مفيش شبكة في موبايله، وصرخاتهم لطلب النجدة ملهاش أي صدى. سامع أخوه بيتألم فكان عايز يشيل الرصاصة، لكن كارلوس رفض وبيقول إن ده ممكن يجيب عدوى. يا أوليفر أنت مش قادر تدبر نفسك، هتعرف تعالجني؟ فماركو كسر ماكينة الأكل باستخدام طفاية حريق علشان يجيب بعض المية، وأوليفر خد إزازة علشان ينظف بيها الجرح على الأقل. بعد 4 ساعات التلاتة لسه محبوسين في نفس المكان. ماركو فتح محفظته وبص على صورة عيلته ولقى كارت صغير مش فاكره، فمزقه ورماه. بعد كده قال إنه معاه شوية منشطات بيستخدمها لنفسه، وادى منها شوية لكارلوس علشان يريحه من الألم شوية. ولما كارلوس نام ماركو وأوليفر جابوا أكل من الماكينة وقعدوا يتكلموا سوا. ماركو وراه صورة مراته وولاده وقال له إنه كان المفروض يحتفل بعيد جوازه ال15 الليلة دي. رد أوليفر الوحيد كان تهديد لو كارلوس مات أنا هقتلك. بعد كده بدأ يدور في شنطته يمكن يلاقي فيها حاجة مفيدة، لكن ملقاش حاجة. وتاني يوم كارلوس فاق بس كان في حالة سيئة جدا، وبأنفاسه الأخيرة بيقول لأوليفر إنه لازم يقدر حياته ويعيشها لأنه هو نفسه عمره ما عارف يعيشها. في الوقت ده كارلوس مات في حضن أوليفر، وأوليفر كان بيبكي. فماركو فحص ماكينة البيع لقى إنها اتعبقت تاني. ماركو كان بيفقد أعصابه بسبب الحلقة الزمنية، وأوليفر في حالة صدمة بيمسك السلاح وحاول يقتله، لكن ماركو هدأ من روعه وقال له إن اللي حصل كان بالصدفة وإنه كان بيفقد عقله بسبب الحزن. في نفس اللحظة في بيت جميل في الريف كان دانيال بيعلم أخته كاميلا خدعة سحرية باستخدام الكروت، وكان والدهم بالتبني روبرتو بيراقبهم. والدتهم ساندرا كانت بتفكرهم يخلصوا تحضير الأغراض لأنهم رايحين رحلة لزيارة والد الأطفال البيولوجي. دانيال أخد الهامستر بتاعه وشنطة كروت اللعب الصغيرة، وكمان ساندرا طلبت منه ياخد جهاز الاستنشاق الاحتياطي بتاع كاميلا. قبل ما يمشوا جالهم مكالمة من والد الأطفال، وساندرا ردت عليه بغضب وقالت له إن روبرتو مبقاش بيشرب من 5 سنين وإنه هيقود السيارة بأمان. بعدها العيلة مشوا، وأثناء الرحلة روبرتو لقى قطعة خيزران عشوائية ورماها من الشباك. بعدين وقفوا عند محطة بنزين وروبرتو ادى كاميلا رشفة عصير رغم انها مش المفروض تشرب سكر لانها عندها حساسية. كاميلا راحت الحمام، لكن قبل ما تمشي سلمت جهاز الاستنشاق لروبرتو عشان يحتفظ بيه. اول ما ساندرا بتعرف اللي حصل انفجرت في روبرتو وقالت له انت انسان مهمل بجد،
ركبوا العربية تاني، وبعد كام دقيقة كاميلا بدأت تتنفس بصعوبة. ساندرا وروبرتو نطوا من العربية بسرعة علشان يشوفوا فيها إيه، لكن روبرتو وهو متوتر البخاخ وقع من إيده وداس عليه بالغلط فبوظوه خالص. والمصيبة دانيال نسي ياخد البخاخ الاحتياطي. قالوا خلاص نرجع البيت نجيبه، وهم راكبين العربية سمعوا فجأة صوت انفجار بعيد. رجعوا على محطة البنزين ما لقوش حد خالص، فساندرا خدت دواء حساسية لكاميلا ومشيت من غير ما تدفع. كملوا السواقة، وفجأة دانيال شاف لفتة الطريق اللي شافها قبل كده، وفي نفس الوقت ساندرا كانت بتزعق لروبرتو وبتقول إن جوزها القديم كان عنده حق لما سماه سكير ومهمل. الدنيا سخنت بينهم، ودانيال حاول يهديهم ويقول لهم إنهم كده بيزودوا الطين بلة، بس محدش سمع له، فاضطر يهدي كاميلا بنفسه. بعد شوية لقوا بنزينة تانية، وروبرتو وقف وقال أنا متأكد إن دي نفس اللي عدينا عليها، وبرضه مفيش ولا بني آدم. كملوا تاني، وفجأة ظهرت نفس لفتة الطريق. ركنوا العربية وروبرتو قال الطريق ده بيتكرر وفي حاجة غلط. دانيال ما بقاش واثق في الراجل خالص وحاول يمشي، بس روبرتو مسكه وشاله ورجعه للعربية. ساندرا كانت مصرة يكملوا السواقة لأنها كانت يائسة وعايزة تلحق كاميلا اللي بدأت تبقى زرقاء من قلة النفس. فضلوا يعدوا على نفس اللفتة ونفس البنزينة، وساعة العربية وساعة روبرتو كان الوقت متأخر مع إن الشمس لسه طالعة. في الآخر كاميلا فقدت وعيها، وساندرا فضلت تعيط وتصرخ طول الطريق. بعد ما شافوا نفس اللفتة للمرة المليون، روبرتو وقف العربية وقال لهم يستنوه، ونزل يمشي في الأرض اللي على اليمين على أمل إنه لو مشي في طريق تاني يطلعوا من اللي هم فيه. كاميلا حالتها كانت بتسوء، وساندرا ما قدرتش تستحمل فركبت بالعربية ومشيت بولادها متجاهلة تحذيرات دانيال. كانت حاسة إنها محبوسة في كابوس، وكل شوية تهمس لنفسها أنا بحلم لازم أصحى. وقفت العربية علشان تنهار، وساعتها دانيال نزل وشال كاميلا من العربية، وساندرا كملت السواقة وما خدتش بالها إن ولادها نزلوا. دانيال كان شايل أخته وماشي بيها لحد ما وصل تاني للفتة الطريق، ووقف يتفرج على ساندرا وهي بتلف في نفس الدوامة. لما وصلت ساندرا للبنزينة تاني دخلت جوه واستخبت علشان تعيط من كتر اليأس. أما دانيال فاضطر ينام جنب كاميلا على الأرض، وللأسف شافها وهي بتموت في حضنه. وفي اللحظة دي روبرتو رجع من الأرض اللي على الشمال وأكد إن كل حتة جوه الدوامة. الوقت عدى، وبعد 35 سنة الاتنين لسه محبوسين على السلالم. ماركو بقى راجل عجوز مش قادر يمشي وبيجر جسمه بالعافية على السلالم. أما أوليفر فبقى في نص عمره ولسه محافظ على نفسه، بيقرأ من الكتاب اللي في شنطته، بيسمع مزيكته، وبيتمرن كل يوم علشان ماكينة البيع والشنطة بيرجعوا يتجددوا كل يوم. أوليفر بقى كل صباح يفرغ الشنطة ويستنى الحاجات تتكرر تاني مع اللوب. بالطريقة دي بقى عنده كوليكشن كبير من الحاجات مرصوصة على السلالم، ومعاهم دش معمول من زجاجات مية. المقلمة اللي في شنطته فيها قصافة بيستخدمها علشان يقص شعره وشواربه. الناحية بتاعت ماركو مش نظيفة زي أوليفر، وغالبا أوليفر بيساعده لما يحتاج يدخل الحمام باستخدام إزازة، بس الصراحة باين عليهم إن عقلهم طار. أوليفر بقى بيصلي لهياكل كارلوس العظمية كل يوم لما الشنطة تعمل ريستارت، وساعات بياخد ماركو معاه ويحطوا أكياس ورق على وشوشهم ويقولوا دعاء ألفوه. الحيطة كلها متغطية كتابات بيعدوا بيها الأيام، وبيكتبوا أفكارهم المجنونة زي كأنها مذكرات. ماركو مهووس إنه يفتكر كل حاجة، ودايما بيحسب عمره وعمر أوليفر وحتى عمر بناته اللي أكيد دلوقتي بقوا كبار، وقبل ما ينام كل يوم بيقعد يكرر اسمه علشان ما ينساهش. في الأوتيل على السلم الكهربائي الست العجوز أخيرا ماتت، وعدى حد وبياخد الهامستر من إيدها. وعلى الطريق اللي ملوش آخر عدت كمان 35 سنة على العيلة، بقوا بياخدوا أكلهم من محطة البنزين اللي هي كمان بتتجدد من نفسها. روبرتو بقى راجل عجوز وعايش زي الخنزير جوه العربية اللي لسه راكنة جنب لفتة الطريق. ساندرا كمان بقت ست كبيرة قوي وما بقتش بتستجيب لأي حاجة. وفي الناحية التانية دانيال وهو كبير دلوقتي عايش في الحقل مع الهامستر بتاعه، ومن الحاجات اللي بيلاقيها في محطة البنزين بنى معسكر محترم وعمل نظام يخليه يعيش مرتاح على قد ما يقدر، ولسه محتفظ بكل الرسومات اللي رسمها طول السنين. وكل مرة اليوم يعيد نفسه بيلاقي بخاخة سليمة بتاعة الأزمة، بس بيرميها بعصبية على كوم البخاخات اللي رماها قبل كده. بيحاول يلهي نفسه وهو بيسمع الوكمان بتاعه ويتمشى ويتغدى وسط الطبيعة وبيلعب كوتشينة مع الهامستر بتاعه. وفي يوم من الأيام روبرتو لقى لعبة كاميلا على الطريق وراح سابها جنب المعسكر بتاع دانيال. ولما دانيال شافها راح يدور على روبرتو اللي ابتدى يتكلم عن ساندرا، بس لما لقى إن دانيال مش فاكرها ما استغربش علشان ساندرا هي كمان مش فاكرة أي حد. روبرتو كان حاسس إنه لازم يقول حاجة مهمة لدانيال بس مش قادر يفتكرها،
فجأة روبرتو بيقول هو كده الكبار في السن. في نفس اللحظة اللي فيها ماركو صرخ بصوت عالي الساعة 3 الفجر، أوليفر جري عليه بسرعة وسمعه بيقول إنه افتكر الحاجة اللي كان ناسيها بقاله سنين، وده معناه إنه هيموت قريب. وقتها ماركو قال المفاجأة أنا في الحقيقة دانيال، وكل الذكريات اللي في دماغنا دي مش حقيقية، احنا عايشين نسخة تانية من حياتنا الأصلية. وبيكمل هو اللي فعل اللوب لما قتل كارلوس. في الناحية التانية على الطريق ساندرا أخيرا ماتت وروبرتو دفنها جنب كاميلا. دانيال كان واقف بيبص عليهم والدموع نازلة من عينه، وهو فاكر كل اللحظات اللي كانت بينه وبين أخته. روبرتو قال له إن ساندرا ما بقتش بتتكلم من حوالي 20 سنة من ساعة ما دانيال سيبهم وراح يعيش لوحده، وقال كمان إن موتها كان رحمة على الأقل ودلوقتي ارتاحت من الجحيم ده. وفجأة روبرتو وماركو بدأوا يحسوا بصداع فظيع خلاهم يتلووا من الوجع، وبعدها قالوا إنهم شايفين كل حاجة بوضوح دلوقتي، وده معناه إنهم كمان هيموتوا قريب. أكدوا إن كل اللي بيحصل ده مش حقيقي وإنه بس نسخة بديلة من حياتهم. روبرتو وماركو هما اللي سببوا الحادثة اللي فعلت اللوب، وعشان كده قالوا لدانيال وأوليفر إياكم تعملوا نفس الغلطة ولا هتدخلوا لوب تاني وتفضلوا محبوسين زينا. ونصحوهم كمان إنهم يكتبوا أساميهم عشان ما ينسوهاش، وقالوا إنهم هم نفسهم كانوا واخدين نفس النصيحة بس نسيوا يعملوها. روبرتو قال لدانيال أول ما تشوف عربية شرطة هتنسى اسمك، وفي نفس اللحظة ماركو قال لأوليفر نفس الكلام بس بدل عربية شرطة كان بيتكلم عن أسانسير، مع إن المبنى أصلاً ما فيهوش أسانسير. بعدها روبرتو كشف الحقيقة، اسمه الحقيقي مش روبرتو، اسمه روبن. ولما كان عنده 10 سنين اتحبس في وسط البحر على طوف من البامبو مع زمايله في المدرسة، وكان معاهم مدرس. للأسف المدرس اتزحلق ووقع على الولد التاني، وده خلى الولد ينزف 3 أيام لحد ما مات. وبعدها روبرتو والمدرس عاشوا 53 سنة على الطوف مش عارفين يوصلوا لأي أرض. وقبل ما المدرس يموت جاله نفس الإدراك وقال نفس الكلام اللي روبرتو بيقوله النهاردة. المدرس نفسه كان عايش 35 عام جوه قطار ما بيوصلش لأي محطة، ولما مات روبرتو خرج من اللوب ورجع للأرض وبدأ حياة جديدة تعرف فيها على ساندرا والعيال، لكن ما كانش فاكر أي حاجة لحد اللحظة دي. في الناحية التانية ماركو كان بيحكي لأوليفر نفس القصة وبيقول له إنه زمان كان اسمه دانيال، وإن روبرتو حذره من إنه يركب عربية الشرطة لكنه ركبها وبدأ حياته الجديدة باسم ماركو وناسي كل حاجة. الاتنين روبرتو وماركو بيحلفوا إن ده مش الواقع الحقيقي، إحنا مجرد محبوسين في جحيم عاطفي وإحنا الحقيقيين عايشين حياة كويسة في مكان تاني. بمجرد ما بيتحركوا جسديا ونفسيا بيبعثوا طاقتهم لنسختهم الحقيقية علشان يفضلوا سعداء، هم نفسهم الآلة اللي بتخلي العالم الحقيقي يفضل ماشي. علشان كده لازم يحصل موت علشان يبدأ الحلقة أو الحادث، وعلشان كده كمان الشباب بيقدروا يعيشوا 35 سنة بشكل أصح لأنهم من جواهم بيخدموا نسختهم الحقيقية اللي لسه على وش الحياة. لكن الكبار مش بيقدروا يعملوا كده لأنهم دايما عايشين في الماضي ومش بيستمتعوا بالحياة. وقبل ما يموتوا روبرتو وماركو ادوا لأوليفر ودانيال مفكرة حمراء صغيرة فيها صور وحاجات عن حياتهم. أوليفر قرر يرجع لروتينه لكن دانيال دفن روبرتو جنب باقي عيلته. وبعدين دانيال بيروح للطريق وبيشوف عربية بوليس ظهرت فجأة ما كانتش موجودة قبل كده. بعد ما يتأكد إنها فاضية بيرجع لمكانه ياخد الهامستر بتاعه ويجمع شوية حاجات وبعدين يولع في الباقي. أول ما بيرجع للعربية ويلمسها بينسى كل حاجة. الهامستر بيقع منه وهو بيسوق بعيد من غير ما ياخده. جوه العربية بيلاقي لبس ضابط بوليس فيلبسه ويروح على المدينة يحلق شعره ويبدأ حياة جديدة باسم المحقق ماركو. ومن غير ما ياخد باله بيبدأ لوب جديد لما يقتل كارلوس. وفي الناحية التانية أوليفر بيحاول يتجاهل باب الأسانسير اللي طلع فجأة جنب السلالم، بس عقله بيبدأ ينهار شوية بشوية، يوصل لدرجة إنه بيفكر يقتل نفسه بس مش قادر يعملها. ولما حتى الصلاة ما عادتش بتفيده يدخل الأسانسير يلاقي فيه زي بتاع فندق ويبدأ حياة جديدة باسم كارل شغال في فندق. بعد شوية يدخل زوجين الأسانسير ما بيبطلوش يلمسوا بعض. أوليفر بيبقى مهني ومحترم لحد ما يوصلوا لدورهم، وهناك يسيب نحلة بتلدغ العريس اللي عنده حساسية فبيحصل له رد فعل خطير. في اللحظة دي بيتسمع انفجار في مكان قريب وده بيكون بداية لوب جديد. وبكده يكون فيلمنا انتهى. شكرا على المشاهدة ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة واستنونا في الجديد. سلام.